السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة ستة ابتدائي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا في الفيديو ده مراجعة على الدرس الثاني في الوحدة الأولى. المراجعة دي هتكون شاملة كل حاجة، بأسئلة بشرح الممل، بقوانين، كله إن شاء الله هتلاقيه موجود في الفيديو ده. فقبل ما نبدأ الفيديو، فالدرس الثاني بيتكلم عن الجسم كنظام. فبقول لك جميع أجهزة الجسم تعمل كنظام متكامل للقيام بوظائف معينة. انت عندك الكائن الحي او انت ذات نفسك بتكون من أجهزة. الأجهزة دي بتشترك معا لتؤدي وظيفة معا، وبتشترك يعني بتشترك بطريقة ايه، دي بتكمل دي ودي بتكمل دي ودي بتكمل دي. فبقول لك ما هي الاستجابات التي تحدث لأجهزة جسمك عند الشعور بالتوتر، مثلا قبل ما تخوض سباق. يعني ايه لما انت كده تبقى داخل سباق او داخل مسابقة قرآن، مسابقة جري، مسابقة اي حاجة، فتلاقي تحس نفسك انت متوتر كده. فايه اللي بيحصل؟ بقول لك من خلال الجهاز العصبي يشعر المخ بالتوتر، فيرسل اشعارات او اشارات الى الاجهزة التي تبدأ في الاستجابة. من خلال الجهاز الدوري تتسارع نبضات القلب ويزداد تدفق الدم، ومن خلال الجهاز التنفسي بيزداد معدل التنفس للحصول على مزيد من الأكسجين، ومن خلال الجهاز العضلي تبدأ العضلات في التحرك بسرعة. شوف دي كل الاستجابات اللي بتحصل في فترة زمنية قصيرة جدا، علشان مثلا انت توترت او انت خفت من حاجة. اول حاجة بتبدأ من المخ، واخر حاجة بتنتهي بالجهاز العضلي اللي بيبدأ يتحرك. فبقول لك ما هي الأعراض الجانبية عند الاستجابة عند الشعور بالتوتر قبل خوض السباق؟ بالطبع في أعراض جانبية. آه، عندما جسمك يتوتر، مثل آلام المعدة والتعرق والارتعاش. تلاقي نفسك بترتعش، ايدك كده بترتعش شوية، وتلاقي نفسك بتتعرق، وتلاقي نفسك ممكن بطنك بتوجعك، اللي هو آلام في المعدة. بقول لك هل يعمل الجسم كنظام واحد متكامل؟ نعم، كل أجهزة الجسم تعمل معا في تكامل وتناسق لأداء وظائف محددة. حيث عندما أشعر بالتوتر يرسل المخ إشعارات أو إشارات إلى القلب لتسريع النبضات وزيادة تدفق الدم، فتحصل العضلات على الأكسجين والغذاء اللازم للجري بسرعة. فبقول لك استجابة الجسم للخطر، يعني اتكلمنا الأول عن التوتر، هنتكلم عن الخطر. بقول لك من خلال أجهزة الجسم التي تعمل كنظام واحد يستطيع الجسم للاستجابة للخطر. لو في كلب بيجري وراك وأنت بتجري في آخر الليل وعمال على آخرك، بتلاقي نفسك إيه؟ ده اللي هناخده دلوقتي. عند سقوط الرجل من أعلى الدراجة، فإن أجهزة الجسم تتكامل معا لتنتج استجابات حسية. يعني وأنت راكب عربية أو مثلا كلب بيجري وراك، فأنت راكب مثلا الدراجة، معلش، عجلة. ف... آه، فانت وانت بتقع من العجله في شويه استجابات وشويه اشعارات بيرسلها المخ برضه للاجهزه دي. زي ايه؟ بيقول لك الجهاز العصبي من خلال العينان التي ترسل اشارات الخطر الى المخ، الذي يرسل تعليماته الى باقي الاجهزه لاستجابه للخطر. الجهاز الدوري يعمل على زياده ضربات القلب، وتعتبر هذه استجابه حسيه لمواجهه الخطر. والجهاز العضلي طبعا، حيث تقوم العضلات بالاستجابه والتحرك بسرعه للتفادي وتجنب الاصابه. يبقى اول حاجه انت بتشوفها وانت راكب وانت راكب مثلا عجله، فهتقع اهو، او لقيت مطب قدامك فمش هتعرف فهتقع. فالعين بيدي اشارات للمخ ان انا هقع كمان شويه، هقع من العجله كمان شويه. فالمخ يرسل اشعارات الى الجهاز الدوري عشان يزود القلب نبضاته ويزود تدفق الدم، ويرسل برضو للجهاز العضلي علشان يقوم العضلات بالاستجابه والتحرك، عشان تحط ايدك مثلا وانت بتقع علشان ما تقعش على مثلا وشك او هكذا. دي الكل. ما هو السبب الذي يسمح للجسم بالتحرك بسرعة أكبر عند تعرض للخطر؟ بسبب تعاون القلب والرئتين لتوفير الأكسجين للعضلات. يعني حصلت معايا برضه مرة كنت صغير جدا. أنا كنت تقيل شوية، أنا ما كنتش سريع قوي يعني. فلقيت كلب بيجري ورايا، خدت الطريق كله جري. لقيتني حاسس ان انا كنت اسرع من محمد صلاح. شوف محمد صلاح سرعته عامله ازاي، كنت اسرع منه. ليه؟ عشان كان في كلب ورايا. فانت لما تحس كده بالخطر، على طول تحس ان سرعة الجسم بتبقى اكبر. ليه؟ لان كل جسمك بيشترك علشان تتفادى الخطر ده. المخ والجهاز الدوري والجهاز العضلي والجهاز العصبي كله بيشترك سوا علشان تتفادى الإصابة وتتفادى ال- تتفادى الخطر بأقصى حاجة. فعشان كده بتلاقي نفسك سريع لما الكلب بيجري وراك. بقول لك ما الذي تعرفه عن الجسم كنظام؟ لاحظ جيدا جميع أجهزة الجسم بتعمل في تكامل مع بعضها البعض. الجهاز الهضمي بيوفر العناصر الغذائية وانت بتاكل، الجهاز الهضمي بيفرك الأكل ده ويطلع العناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم. الجهاز التنفسي بيوفر الأكسجين ده مهم جدا لعملية الطاقة. الجهاز الدوري بينقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا العصبية. الجهاز الدوري ده هو اللي بينقل الغذاء للقلب والخلايا العصبية عامة بقى. الجهاز العصبي يتحكم في أجهزة وأعضاء الجسم كلها، مثل حركة عضلات المعدة والقلب.
فانت عندك آه، جميع اجهزه الجسم بتتكامل معا. بقول لك كيف تتكامل بقى، ازاي يعني، ازاي بتتكامل اجهزه الجسم اثناء حركه الذراع لرفع كوب من الماء مثلا. انا مثلا اهو كوبايه الشاي اهي، قلبتها اهو، ركز معايا وركز مع تفاصيل حركه ايدي. حطيت المعلقه وخدت كوبايه الشاي كده وهشربه. ايه اللي حصل؟ ازاي تكاملت؟ عشان احنا بنقولوا ان 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 الجسم بيتكامل معا علشان نأدي وظيفه معينه. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي تكامل علشان امسك كوبايه الشاي واشربها؟ بيقول لك الجهاز العصبي. اولا كده الجهاز العصبي ده ايه شغلته؟ العين بترى الكوب. انا بصيت كده على كوبايه الشاي كده اهو، العين اول حاجه شافتها، وبعدين تصل المعلومه للمخ. على طول المخ بيترجم ان في كوبايه شاي عايزه تتشرب، ثم ينسق الحركات اللازمه ويرسل التعليمات للعضلات، عضلات الايد اللي انا بمسك فيها الكوبايه اهو. وبعدين الجهاز الدوري بقى بيعمل ايه؟ قال لك من خلال القلب يتم ضخ الدم لتغذيه العضلات اللازمه للحركه. القلب يضخ دم للعضلات اللي في ايدك علشان يروح يمسك كوبايه الشاي عشان يشربها. طب الجهاز العضلي قال لك تنقبض العضلات الموجوده في الذراع عشان يتحرك ويمسك الكوب وابدا اشرب كوبايه الشاي. سهله اظن. تعالى بقى ناخد اسئله. بقول لك يعتمد الجهاز العضلي على الجهاز الهضمي في الحصول على الاكسجين. هل الجهاز العضلي هو اللي بيعتمد؟ مركز في السؤال ده عشان السؤال ده حلو جدا جدا جدا. انا هبص اهو. يعتمد الجهاز العضلي على الجهاز الهضمي في الحصول على الاكسجين؟ غلط. بيعتمد على الجهاز التنفسي. الجهاز الهضمي ده بيحصل منه على الغذاء. يستطيع الجسم تأدية وظائف معتمدة على عضو واحد فقط؟ غلط، على كذا عضو. يزداد معدل التنفس للحصول على مزيد من الاكسجين عند الشعور بالتوتر. صح، بيزداد معدل التنفس عشان نحصل على مزيد من الاكسجين عند الشعور بالتوتر والخوف. يرسل المخ تعليماته لباقي الاجهزه لاستجابه للخطر. صح. تنقبض عضلات الذراع ليتحرك نحو الكوب للامساك به. صح. هناخد بقى اختر. يتحكم الجهاز ايه في استجابه اجهزه الجسم المختلفه؟ طبعا العصبي. ينقل الجهاز ايه الاكسجين الى العضلات مما يسمح له بالحركه بسرعه. الجهاز طبعا الدوري. قد يتاثر الجهاز الهضمي عند الشعور بتوتر حيث تتحرك العظام ولا تشعر بألم في المعده؟ لا، بتشعر في الام في المعده. اكتب المصطلح. جهاز مسؤول عن ضخ الدم لتغذيه العضلات المسؤول عن الحركه، ده الجهاز الدوري هو اللي بيضخ الدم. جهاز مسؤول عن الحصول على العناصر الغذائيه التي تدعم باقي اجهزه الجسم، ده الجهاز طبعا الهضمي. جهاز مسؤول عن تسارع نبضات القلب وازدياد تدفق الدم، ده الجهاز الدوري. جهاز مسؤول عن زيادة معدل التنفس للحصول على مزيد من الأكسجين، الجهاز التنفسي. بيقول لك تركيب الأنظمة الحية. يمكن تقسيم مستويات تركيب الجسم بداية من الخلايا وصولا إلى الجسم كمالي، من خلايا إلى أنسجة، من نسيج إلى عضو، من عضو إلى جهاز، من أجهزة إلى الجسم. كنا واخدين في الدرس الأول إن الكائن الحي بيتكون من مجموعة من الأجهزة. الأجهزة بتتكون من مجموعة من الأعضاء، الأعضاء تتكون من مجموعة من الأنسجة، والأنسجة بتتكون من مجموعة من الخلايا. فهو أنا عكسها لك. فاولا كده قال لك من الخلايا للانسجه. ازاي؟ علل. تتكون الكائنات الحيه عديده الخلايا من خلايا مختلفه في الشكل والحجم ليه؟ بسبب ان كل خليه تكون متخصصه في اداء وظيفه معينه. دي الخليه دي بتعمل كذا، والخليه دي بتعمل كذا، والخليه دي بتعمل كذا. فبقول لك الخليه العضليه هي عباره عن الياف طوليه متجمعه معا لتكون نسيج يسمح بالحركه. ده الخلايا العضليه بتبقى الياف طوليه كده، عبارة عن ألياف طويلة كده أو طولية متجمعة معا، بتتجمع ليفة مع ليفة مع ليفة علشان تكون مجموعة تسمى نسيج يسمح بالحركة. بيقول لك الخلايا العضلية دي لها القدرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. لها قدرة على التخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. علل. لا يمكن للخلية العضلية أن تعمل بمفردها. مفيش خلية واحدة تعرف تعمل. خلية عضلية واحدة مثلا تعرف تشتغل. ليه؟ لأن هي بتبقى عايزة إيه؟ بيقول لك لأن الخلايا العضلية حجمها صغير جدا، لذلك تتعاون مع مئات الآلاف من الخلايا العضلية الأخرى لتكون فعالة وتشكل نسيج يؤدي الوظائف بفاعلية. فبقول لك ثانيا من النسيج للعضو. يعني خدنا من الخلية للأنسجة، من الأنسجة للعضو. النسيج عبارة عن مجموعة من الخلايا المتخصصة والمتشابهة، تترتب الأنسجة في حزم وعائية كده أو حزم ومجموعات لتشكل تركيب العضو. بيقول لك مثال الأنسجة العضلية التي تتجمع معها لتشكل العضلة التي تعتبر عضوا يؤدي وظائف متنوعة، مثل تحريك العظام وضخ الدم وتحريك العظام والأطراف. يبقى أنت عندك دلوقتي إن الأنسجة دي بتتكون معا. طبعا الأنسجة دي مكونة من خلايا. الخلايا بتتكون معا بيديك أنسجة، والأنسجة بتتكون معا بيديك مثلا عضو زي العضلة مثلا كده. ماشي. بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل بيحرك العظام،
بيضخ الدم، بيحرك العظام والأطراف. وتحريك الطعام، معلش، تحريك الطعام. ثالثا، من العضو للجهاز. العضو هو عبارة عن مجموعة حزم من الأنسجة تتكامل معظم الأعضاء كجزء من جهاز أكبر ترابط. كل عضو يساهم في إنجاح الجهاز في أداء وظيفته. الجهاز هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء التي تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم. بقول لك مثال الجهاز العضلي الهيكلي، اللي هو الجهاز العضلي والجهاز الهيكلي. الجهاز العضلي الهيكلي ده جهازين، جهاز عضلي وجهاز هيكلي. ما هي أعضاء الجهاز العضلي الهيكلي؟ اللي هي العظام والأربطة والأوتار والغضاريف، هم أربعة. فبقول لك ليه بتختلف عضلات الجسم عن بعضها في التركيب؟ لأن كل عضلة بتقوم بأداء وظائف مختلفة، العضلة دي غير العضلة دي غير العضلة دي. رابعا، من الأجهزة للجسم. إذ خليك فاكر وما تنساش إن كل أجهزة الجسم تعمل كنظام واحد متكامل، ولا يوجد جهاز يعمل بمفرده. مفيش كده في جسم الإنسان جهاز شغال لوحده، لا، تلاقي كله شغال مع بعض عشان يظهر في الآخر كده أنت بهيئتك. فبقول لك إيه، مفيش جهاز يشتغل لوحده، لا مفيش. فبقول لك ماذا يحدث عند ركلك للكرة؟ كل ده بص هقول لك ايه اللي بيشتغل. الجهاز التنفسي بيتعاون مع الجهاز العصبي، بيتعاون مع الجهاز العضلي، بيتعاون مع الجهاز الهيكلي، بيتعاون مع الجهاز الإخراج. 5 أعضاء و5 أجهزة قصدي بيشتركوا معنا عشان بس تشوط كورة أو تبص كورة. حركة العضلات، بقول لك ايه بقى، ما الذي تعتمد عليه الحركة التي يقوم بها الإنسان؟ إيه اللي بيحصل لما تيجي تمسك مثلا كوباية الشاي مثلا دي كده وتبدأ تشرب؟ ايه اللي بيحصل للعضلات؟ انا بتكلم عن العضلات. فقال لك اللي بتعتمد عليه الحركة التي يقوم بها الإنسان بتعتمد على العضلات الهيكلية التي تحرك العظام في كافة أجزاء الجسم، مثل حركة الذراعين والساقين وعظام الأصابع. فإزاي بقى بتتحرك العضلات؟ عن طريق الانقباض والانبساط. العضلة بتنقبض هتتحرك، العضلة انبسطت مش هتتحرك. الانقباض هو نقص طول العضلة، والانبساط هو زيادة طولها. انقباض العضلة يعمل على تحريك العظام في اتجاه واحد فقط. فبقول لك مثال ماذا يحدث عند القيام بضم قبضة اليد وثني المرفق ثم رفع القبضة نحو الكتف. يعني مثلا شلت كده دمبل في الجيم ورحت شايله ورافعه فوق كده، ايه اللي بيحصل؟ قال لك ده اللي بيحصل بقى ان العضلات بتنقبض اللي موجودة في مقدمة الذراع، وتنبسط العضلات الموجودة في الجزء الخلفي على الذراع. انقباض العضلات ده هو عملية تقليص طول العضلات وتقليصها مما يؤدي إلى حركة العظام في اتجاه واحد زي اللي حصل كده اهي. الصورة قدامك اهي، دي العضلة الأمامية بتنقبض ودي العضلة الخلفية اللي بتنبسط. تعال ناخد شوية أسئلة. بقول لك يتكون جسم كائن حي من وحدات بنائية صغيرة للغاية تسمى الخلايا، صح؟ تتميز الخلايا العضلية بأنها على شكل ألياف قصيرة تسمح بالحركة، غلط، طويلة. تستطيع الخلية العضلية أن تعمل بمفردها، غلط. الجهاز هو عبارة من مجموعة من الأعضاء التي تعمل على أداء وظيفة واحدة مشتركة، صح. تعتبر الرابطة من مكونات الجهاز الهضمي، غلط، عضلي. تتشابه عضلات الجسم في التركيب، صح. يتكون الجهاز العضلي الهيكلي من مجموعة من العضلات والعظام تعمل معا، صح. عندما تتحرك العضلة عن طريق الانقباض فإنه يزداد طولها، غلط، انقباض بيكسر طولها. عندما تقوم بثني مرفقك ثم رفع قبضتك نحو كتفك تنبسط العضلات الموجودة في مقدمة الذراع، غلط، بتنقبض. يعمل انقباض العضلة تحريك العظام في اتجاهات مختلفة، غلط، في اتجاه واحد فقط. اختر الإجابة الصحيحة. عندما تنقبض العضلة فإنها تتقلص. عندما تنقبض العضلة فإن العظام تتحرك في اتجاه واحد. تبذل العضلة جهدا عند انقباضها. عملية يقل فيها طول العضلات مما يؤدي إلى حركة العظام في اتجاه واحد. عملية انقباض. ايه عضلات الجسم في التركيب؟ تختلف ولا تتشابه؟ تتشابه. من مكونات الجهاز العضلي الهيكلي الأوتار. تعمل مجموعة الخلايا متخصصة متشابهة معا لتشكل نسيج. تتميز ايه بأن لها قدرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة؟ طبعا ده العضلات. اكتب المصطلح العلمي. تتميز بأنها على شكل ألياف طويلة تسمح بالحركة. الألياف العضلية. خلية قادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. الخلية العضلية. ودي الخلية، خلية قادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. الخلية العضلية تشكل عن طريق انتظام الأنسجة العضلية في حزم العضلات. يتشكل عن طريق انتظام الأنسجة في حزم عضلات مجموعة من الأعضاء التي تعمل على أداء وظيفة واحدة. إيه هي؟
دي الجهاز. 6 جهاز يتكون من العظام والأربطة والأوتار والغضاريف. ده الجهاز العضلي الهيكلي. عملية تقليص طول العضلات من مؤدي لحركة العظام في اتجاه واحد. عملية انقباض العضلة. علل. تتكون الكائنات الحية عديدة الخلايا من خلايا مختلفة في الشكل والحجم. علشان ايه بقى؟ جبتها لك اهو عشان بس تبقى عارف ان احنا شرحناها. بسبب ان كل خلية تكون متخصصة في اداء وظيفة محددة. يبقى ليه تتكون الكائنات الحية عديدة الخلايا من خلايا مختلفة في الشكل وحجم؟ بسبب ان كل خلية تكون متخصصة في اداء وظيفة. علل. لا يمكن للخلية العضلية أن تعمل بمفردها لأن الخلايا العضلية دي صغيرة جدا، فتشترك مع مئات الآلاف من الخلايا العضلية يكونوا مع بعضهم نسيج. يؤدي بقى النسيجة دي بتشترك مع إنه يكون عضو، فبتبدأ بقى تكون حاجة كبيرة جدا زي العضلات عشان تبدأ كده تتحرك. عشان كده بتعرفش تشتغل بمفردها لأنها صغيرة جدا جدا. بيقول لك ماذا يحدث عند القيام بضم قبضة اليد وثاني المرفق ثم رفع القبضة نحو الكتف؟ كنا واخدينها فوق، لسه واخدينها آخر حاجة في الدرس أو آخر حاجة في الجزئية اللي احنا شرحناها اهي. تنقبض العضلات الموجودة في مقدمة الذراع وتنبسط العضلات الموجودة في الجزء الخلفي أعلى الذراع. فانقباض العضلات ديت هي عملية تقليل طول العضلات وتقليصها مؤدي إلى حركة العظام في اتجاه واحد. بيقول لك كيف تتحرك العضلات؟ برضو كنا واخدينها فوق أهي. بتتحرك العضلات إزاي؟ إن هي بتتحرك عن طريق الانقباض والانبساط. الانقباض هو نقص طول العضلة والانبساط هو زيادة طولها. تقول له بس على طول عن طريق الانقباض والانبساط ونبقى كده خلصنا الجزئية دي. نخش بقى على عضلات قوية. بيقول لك هل العضلات الهيكلية هي العضلات الوحيدة الموجودة في أجسامنا؟ بالطبع لا، يوجد العديد من العضلات الأخرى في أجسامنا مثل العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية. ما هي أنواع العضلات؟ هتقول له يوجد نوعين من العضلات، عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. أولا هناخد العضلات الإرادية. هي عضلات يمكن التحكم في حركتها. اما العضلات اللا اراديه هي عضلات لا يمكن التحكم في حركتها. هناخد الاول العضلات الاراديه اللي ممكن التحكم في حركتها، زي عضلات الذراع وعضلات الرقبه وعضلات الساعد وعضلات البطن هناخد حاجات كتير. ماشي، يبقى احنا كده خدنا 4. اول حاجه عضلات الذراع هي عضله هيكليه تتحرك او تحرك العظام بواسطه عضلتين مختلفتين تتحركين بشكل ارادي. طريقة العمل: عند قيام بثاني الذراع تنقبض العضلة الأمامية وتنبسط العضلة الخلفية، وعند فرد الذراع تنقبض العضلة الخلفية وتنبسط العضلة الأمامية. ديت أنت اتحكمت فيها، أنت ممكن تتحكم آه، فيها. لكن خش بقى على عضلة الرقبة. هي عضلة مسؤولة عن تحريك الرقبة لأعلى وأسفل عن طريق عضلتين بشكل واحد. أنت ممكن تحرك عضلتك في كذا حتة، عضلة الرقبة يعني. عند رفع الرأس تنقبض إحدى العضلتين، وعند خفضها تنقبض العضلة الأخرى وتنبسط الأخرى، وهكذا. 3. عضلات الساعد. هي مسؤولة عن حركة راحة اليد عن طريق عضلتين أساسيتين في الساعد بشكل إرادي. طريقة العمل: بيقول لك تنقبض إحدى العضلتين عندما تكون راحة اليد لأعلى، وتنقبض العضلة الأخرى عندما تدور اليد لأسفل. خش عضلات البطن. نفس النظام، عضلتين توجدين على جانبي الجسم وتسمى بعضلات الخصر، وهي مسؤولة عن تحريك الخصر بشكل إرادي زي في الصورة ده كده. لو خشينا بقى العضلات اللا اراديه، فهي عضلات تلقائيه ما تقدرش انت تتحكم فيها، زي عضلات القلب. انت تقدر تتحكم في عضلات قلبك. يعني ممكن تروح تقول له قلبك كده وقف العضله بتاعتك يا قلب شويه، هتموت على طول. مفيش اصلا، محدش يقدر يوقف عضلات القلب غير ربنا سبحانه وتعالى. عضلات العين نفس النظام، محدش يقدر ايه آه يشغل عضلات العين. انت الرمش بتاعك بترمش 10 مرات في الدقيقه دون تفكير منك، بشكل ارادي كده انت تلاقي نفسك رمشت. يبقى عضلات القلب تعمل على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى كل خلية بشكل لا إرادي. طريقة العمل: تنقبض وتنبسط العضلات القلبية مع كل نبضة تلقائيا دون توقف لحد إيه ما يشاء الله بقى، لحد ربنا ما ياخدك كده بقى. ربنا طبعا يطول في عمركم ويبارك لكم إن شاء الله ويوفقكم. أما عضلات العين بقى، فزي ما قلت لك إنك بترمش 10 مرات في الدقيقة بدون تفكير منك آه، ولا سابق تفكير ولا اعتقاد. توجد عضلات أخرى تحيط بمقلة العين لتساعد في تحريك العين في اتجاهات مختلفة. بيقول لك طريقة العمل: تنقبض أحيانا لا إراديا لغلق جفن العين. الأنظمة تعمل معا. ما هي الأفعال الحسية التي يقوم بها الجسم تجاه التوتر والخطر؟ زي ما احنا قلنا مواجهة الخطر والهروب من أو الهروب من الخطر. ما المقصود باستجابة المواجهة أو الهروب؟ هي أعراض تظهر على الجسم عند تعرضه لتهديد أو خطر أو توتر ما يهدد حياته. شفت الكلب هتاخد ديلك وتطير. طب لو واحد اعتدى عليك، يا تعتدي عليه يا تجري منه. فبقول لك عن تعرض الجسم لتهديد او خطر ما، الاجهزه اللي بتقوم بالاستجابه قلنا جهاز الغدد الصماء والجهاز الدوري والجهاز التنفسي. اولا جهاز الغدد الصماء. جهاز الغدد الصماء ده جهاز كبير جدا وممتع. فلو جينا اتكلمنا عن جهاز الغدد الصماء، فقلنا هو جهاز يتكون من مجموعه من الغدد. الغدد دي بتعمل على افراز ايه؟ بتفرز هرمونات. طب ايه هي وظيفة الجهاز الغدد الصماء؟ بيتحكم في الاستجابة للخطر ويحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم.
طريقة العمل: عندما يتعرض الجسم باستجابة المواجهات أو الهروب، يفرز جهاز الغدد الصماء الهرمونات ديت بتعمل على مساعدة الجهاز الدوري والتنفسي على الاستعداد للاستجابة. فإيه هو المقصود بالهرمونات؟ الهرمونات دي يا حبيب قلبي هي مواد تفرزها الغدد الصماء تساعد الجسم على الاستجابة في المواقف المختلفة. هنخش على الجهاز الدوري. يتركب الجهاز الدوري من عضلات القلب والأوعية الدموية، ويتقسم إلى 3 أنواع: أوعية دموية اللي هي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. وظيفة الجهاز الدوري: لو خدنا بقى وظيفة الجهاز الدوري، فيقوم بنقل الدم المحمل بالغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم استعدادا للاستجابة. طريقة العمل: تقوم الهرمونات بتحفيز الجهاز الدوري عشان يستعد للاستجابة للخطر عن طريق عمل الآتي. أول حاجة: بتسارع معدل ضربات القلب، وبتضخ الدم لعضلات القلب والأوعية الحيوية الأخرى، وزيادة ضغط الدم نتيجة لزيادة تدفقه. الحاجات ديت حفظ جدا، نكتبها، وحاجات ملحوظات مهمه جدا. فبقول لك ثالثا: الجهاز التنفسي. مما يتركب الجهاز التنفسي الاول، وبعدين طريقه العمل. هناخد ان الجهاز التنفسي بيتركب من رئتين وممرات هوائيه وعضله الحجاب الحاجز. الوظيفه: مساعده الكائن الحي على التنفس. طريقه العمل: بتنقبض عضله الحجاب الحاجز لاسفل، فيدخل الهواء المحمل بالاكسجين الى الرئتين من خلال عمليه الشهيق. تنبسط عضله الحجاب الحاجز لاعلى، فيخرج الهواء المحمل بغاز ثاني اكسيد الكربون من خلال عمليه الزفير. فبقول لك: ما دليلك على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الدوري في تكامل معا اثناء الاستجابه؟ إيه الدليل العلمي اللي عندك؟ ايش عرفك ان الجهاز التنفسي والجهاز الدوري بيشتركوا معا اثناء الاستجابه بالهروب مثلا؟ تزداد سرعه التنفس وتسرع ضربات القلب، بما يعمل على زياده تدفق الدم المحمل باكسجين العضلات والدماغ. طب بقول لك: ايه هي علاقه الجهاز الدوري بالرئتين فده وظيفته؟ بقول لك: يعتمد الجهاز الدوري على الرئتين فده وظيفته من خلال الدوره الدمويه، والتي يحصل فيها على اكسجين من الرئتين، وكذلك اطلاق غاز ثاني اكسيد الكربون من خلال الرئتين للخارج. فيقول لك: وضح بالخطوات كيفية تكامل أجهزة الجسم أثناء استجابة المواجهة والهروب. بيفرز جهاز الغدد الصماء الهرمونات، تنتقل الهرمونات عبر الدم إلى أجهزة الجسم المختلفة لتحفيزها. بتقوم بتحفيز الجهاز التنفسي بزيادة معدل التنفس، وتحفيز الجهاز الدوري بزيادة تسارع ضربات القلب. ودي طبعا الأسئلة اللي عليك في الجزئية دي، حلها طبعا واكتبها لي في التعليقات لو في حاجة وقفت معاك. الحصول على الطاقة: بيقول لك: ليه أجهزة الجسم بتحتاج طاقة؟ علشان أجهزة الجسم تحتاج طاقة لأداء وظائفها. طب ليه بتختزن الطاقة وفي أي صورة؟ يعني بتختزن الطاقة فين؟ بتختزن الطاقة في الطعام اللي بناكله، وبتخزن في صورة عناصر غذائية معقدة مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، بتبقى موجودة في جسمك. الدهون دي، ما هي دور الجهاز الهضمي في الحصول على الطاقة؟ بيقوم الجهاز الهضمي بتحويل العناصر الغذائية المعقدة لمواد أبسط وبسيطة كده عن طريق الهضم عشان أعرف أستخدمها. مكونات الجهاز الهضمي: يتكون الجهاز الهضمي من فم وبلعوم ومريء ومعدة وحويصلة صفراوية وكبد وبنكرياس وأمعاء دقيقة والأمعاء الغليظة ومستقيم فتحة الشرج. الرسم ده عليك إن الجهاز الهضمي فيه فم وفي بلعوم ومريء أهو، والمعدة هي، والكبد ورا جنب المعدة، والبنكرياس تحت المعدة، والحويصلة الصفراوية تحت الكبد، الأمعاء الغليظة تحت البنكرياس، والأمعاء الدقيقة جنب الأمعاء الغليظة، وفتحة الشرج الموجودة تحت المستقيم. فبقول لك: أين تبدأ عملية الهضم وأين تنتهي؟ تبدأ عملية الهضم في الفم وبتنتهي في الأمعاء الدقيقة فقط، آه وليس المستقيم مثلا او فتحة الشرج، لا، بتنتهي في الأمعاء الدقيقة. فبقول لك: أعضاء الجهاز الهضمي: أولا الفم. الفم ده هو أول أعضاء الجهاز الهضمي، وبتبدأ فيه عملية الهضم. وظيفة: بيمضغ الطعام عن طريق الأسنان طبعا الموجودة والحاجات اللي فيها، وبتفرز الغدد اللعابية. اللعاب ده بيعمل عليه، بيحتوي على انزيمات. الانزيمات دي بتعمل على تفكيك الطعام كيميائيا داخل الفم. تاني حاجة من مكونات الجهاز الهضمي: المريء. أنبوبة عضلية تقوم بدفع الطعام باتجاه المعدة، هي اللي بتدفع الطعام نحو المعدة. المعدة دي بقى ديت اللي بتقوم بهضم الطعام بصورة أكبر بسبب الحركة التمويجية المستمرة للمعدة، والسوائل الهاضمة اللي بتفرزها مثل الأحماض والإنزيمات. الأمعاء الدقيقة: بتفكك الطعام كيميائيا بواسطة الإنزيمات التي تفرز من خلال الأمعاء الدقيقة من خلال البنكرياس والحويصلة الصفراوية. يتم فيها امتصاص العناصر الغذائية بواسطة الشعيرات الدموية ونقلية الدم. الأمعاء الغليظة أو يسمى القولون: يتم نقل الطعام الذي لم يتم هضمه أو امتصاصه. الأمعاء الغليظة دي اللي بتعمل عليه بقى، بيمتص الماء من هذا المزيج ويتحول إلى صورة فضلات صلبة تسمى البراز. دي اللي بتودي الحاجات اللي معرفتش تتحلل بيوديها البراز. فالبراز ده بيخزن في المستقيم، وهو آخر جزء من الأمعاء الغليظة، ويتم التخلص من البراز عن طريق فتحة عضلية في نهاية المستقيم تسمى شرج. فبقول لك: كيف يتم نقل العناصر الغذائية؟ بيتم نقلها من الأمعاء الدقيقة للأعضاء المختلفة عن طريق الجهاز الدوري. كيف يتعامل الجسم مع العناصر الغذائية؟ بيقوم الجسم باستخدام بعض من العناصر الغذائية ويخزن البعض الآخر اللي احنا نحتاج إليه. طب ايه هي صورة تخزين العناصر الغذائية داخل الجسم؟ زي سكر الجلوكوز: يتم تخزين سكر الجلوكوز مثلا بواسطة الكبد والعضلات في صورة نشا حيواني مخصص لتخزين الطاقة يسمى الجليكوجين. انت فهمت ازاي؟ يتم تخزين بعض العناصر الغذائية في صورة دهون في خلايا الجسم. يبقى تخزين الطاقة اما يخزن في صورة دهون، اما يخزن في صورة سكر جلوكوز. اخر حاجه بقى: جهاز الاخراج. هو مجموعه من الاعضاء والأجهزة بتجمع الفضلات الناتجه من احتراق الغذاء داخل الخلايا وتطردها خارج الجسم. ايه المقصود بعمليه الاخراج؟ عشان مهمه جدا، هي عمليه حيويه يتخلص خلالها الجسم من الفضلات التي انتجتها الخلايا خلال عمليه الاحتراق. طيب كيف تنتج الفضلات او تنتج الفضلات؟ بسبب حدوث العديد من العمليات الحيويه يوميا داخل اجسامنا لنبقى احياء.
اهم الفضلات الضاره الناتجه عن خلايا الجسم الاملاح التي تخرج من العرق والبول وغاز ثاني اكسيد الكربون. علل يجب التخلص من الفضلات والسموم التي تنتجها الخلايا، لانه اذا لم يتخلص الجسم من هذه الفضلات والسموم فسيصاب بالمرض وممكن يموت فيها. مكونات الجهاز الاخراجي. قال لك يتكون الجهاز الاخراجي من مجموعه من الاجهزه والاعضاء تشترك معا في عمليه الاخراج. الجهاز البولي الذي يقوم باخراج البول، والجلد الذي يقوم باخراج العرق، والجهاز التنفسي الذي يقوم باخراج غاز ثاني اكسيد الكربون. فاولا هناخد جهاز. الجهاز البولي هو جهاز اخراجي مسؤول عن تخليص الدم من الفضلات الزائبة، والبول هو وسائل ناتجة من تنقية الدم داخل الكليتين وتكون من الماء الزائد واليوريا وفضلات أخرى. التبول هي عملية طرد البول خارج الجسم. فبقول لك اذكر أعضاء الجهاز البولي، فهتقول له الكلى تعمل على تنقية وتنظيف الدم حوالي 300 مرة في اليوم. طب ازاي بيصل الدم الى الكليه؟ يتم نقل الدم الى الكليه عن طريق شريان كبير حيث يتفرع في نهايته الاشعارات دمويه تقوم بتمرير الدم النفرونات. ايه هي النفرونات دي؟ عباره عن وحدات مجهريه داخل الكليه تعمل على ترشيح الدم وذات المواد الضاره. طب ازاي بتتكون اليوريا؟ بتتكون اليوريا من استهلاك البروتينات. هنخش على الحالب عباره عن بوب رفيع بينقل البول من الكليه والمثانه، ده شكله. المثانة والقناة البولية بقى هي عبارة عن كيس يتجمع فيه البول ويتم تفريغه خارج الجسم عن طريق أنبوب يسمى قناة بولية. بقولك ليه لا تمر خلايا الدم وبروتينات عبر المرشحات أو النفرونات؟ بسبب كبر حجمها لذلك تظل داخل الجسم. لو دخلنا بقى على الجلد، فالجلد عن طريق الجلد بيتم التخلص من الفضلات برضه في صورة عرق تخرج من المسام. هنخش على الجهاز التنفسي، بيتم التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون بواسطة الجهاز التنفسي في عملية الزفير. طب معلل لا يعتبر براز من المواد الإخراجية، لأن عملية الإخراج هي عملية طرد الفضلات الناتجة من خلايا الجسم عبر غشيتها. أما البراز فهو مواد غذائية غير مهضومة، فهي ديت مش تعتبر من المواد الإخراجية. ماشي، مالكش دعوة بالكلام ده كله. فبقول لك إيه هو أوجه التشابه والاختلاف بين نموذج الكلى الخاص بك وكلى الإنسان الحقيقية؟ سيبك من دي برضه، مش علينا، ده كله قلناه. بقول لك ما هو مرض السكر، ودي حته مهمه جدا. ولا اقول لك هو مرض ناتج عن نقص افراز الانسولين في الدم. الانسولين ده هو هرمون ينظم مستوى السكر في الدم، ويتم افرازه من البنكرياس عند حدوث نقص افراز هرمون الانسولين من البنكرياس، السبب ذلك في سبب مرض السكر. طيب بقول لك ما هي الحلول المتاحة لحل مشكلة قصور أداء البنكرياس لأداء وظيفته في إفراز الأنسولين؟ بقول لك بنستخدم تقنيات مختلفة لمتابعة حالات المرضى وعلاجهم بالمنزل، استخدام أجهزة قياس السكر المنزلية، ويتم حقن مريض السكر بجرعات منتظمة من الأنسولين عن طريق الحقن التقليدية ومضخة الأنسولين اللي موجودة عندك. لو عندك ست كبيرة عندها السكر بتلاقيها على طول عندها الجهاز ده أو عندها حقنة أنسولين. فبقول لك ما هي مضخة الأنسولين؟ هي جهاز يتصل بجسم مرضى السكر ويساعده على ضبط مستوى السكر في الدم من خلال حقن الأنسولين. بيقول لك ايه اللي تعرفه عن البنكرياس الصناعي؟ يعمل الباحثون عن ابتكار بنكرياس صناعي يعمل عضو داخل الجسم يكون مضخ الانسولين تلقائيا واستغناء عن توصيل مضخة انسولين خارجية للمريض. طبعا دي اجهزة الاسئلة، جزء الاسئلة الخاص بالجزء اللي احنا شرحناه. حلو، ولو في حاجة وقفت معاك قول لي في التعليقات وانا هحلها معاك. ان شاء الله هسيب لكم رابط التليجرام، لو عوزت اي حاجة اكتبها لي في التليجرام. طبعا دي الاسئلة اهي، تمسك سؤال وتحله. الاسئلة دي مش هتطلع بره الامتحان، ده واجب عليك ولازم تحله. نص اسئلة كتير جدا، والاسئلة دي جاية من امتحانات، واختار وصح وغلط وعلل. ان شاء الله هبدأ احلها معاك على التليجرام. ان شاء الله هنستناكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنزل فيه مراجعة الدرس الثالث. وبس كده، مش عايز اطول عليك، اتمنى لك كل التوفيق يا صديقي، والسلام عليكم.